السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي واحلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. تعالوا بقى النهاردة اقول لكم المقادير الصح والمضبوطة كده لكفتة الرز الجميلة زي ما انتوا شايفينها بالشكل ده، عشان تطلع معاكي كده مظبوطة وفيها التكة اللي احنا بنحبها فيها وتكونش طرية كده، وكمان ما تفكش منك في التسبيك. تابعي معايا الفيديو للاخر، ولو اول مره بتشوفيني نوريني بالاشتراك في القناه وفعلي الجرس عشان يجيلك كل جديد. وقبل ما نبدا الوصفه بتاعتنا يلا حطي لي اللايك. اول حاجه كده معايا بصلايه صغنطوطه كده بقى خالص، حطيتها في حله ونزلت عليها بشويه من الزيت، حوالي معلقتين 3 من الزيت كده، وهشوحها بقى كويس كده واقلبها واخليها تدبل بس بسيط كده، مش عايزاها تاخد لون جامد مني. تمام، يعني انا عايزاها كده تكون خفيفه وما تكونش مسبكه قوي. بعد بقى ما دبلت شويه كده نزلت عليها بنص معلقه كده صغيره من الثوم المهروس، وبرده هشوحها بسيط كده، مش هخليها تاخد لون قوي عشان يبقى ايه التسبيكه بتاعتها خفيفه كده مش حاميه قوي، إيه طبعا في الحر ده. بعد كده ما تشوحوا مع بعض نزلت عليهم بعصير الطماطم، حوالي نص كيلو من عصير الطماطم، وهسيبهم بقى كده ايه يتسبكوا. والاول هضيف لهم البهارات بتاعتي، هضيف لها الملح والفلفل الاسمر بس كده، مش هضيف اي حاجة تاني. ملح وفلفل اسمر وشوية من البهارات اللي هي بتاعة الاكل، البهارات المشكلة يعني. وهسيب بقى الكلام ده كده مع نفسه كده يتسبك كويس معايا. بقى هنا مقادير كفتة الرز، هقول لكم على المقادير المظبوطة ليها. انا هنا حطيت نص كيلو من الرز اللي هو كوبايتين ونص المج بتاع الشاي العادي. تمام. حطيت عليهم ربطة من الكزبرة، وكمان حطيت عليهم بصلايه كده حلوه متوسطه الحجم، وحوالي 5 6 فصوص توم على النص كيلو. وحطت لها الملح والبهارات بتاعتها، بهارات اللي هي الاكل المشكله، او في بهارات عند العطار خاصه بالكفته الرز، وشويه من الفلفل الاسمر وشويه من الكمون، رشه بسيطه جدا من الكمون. وبس كده بتاخدي الحاجات دي وبتروحي للجزار. واهم حاجه يكون اللحمه جملي، يعني لو اللحمه جملي بتكون افضل بكتير من اللحمه اللي هي الكبيره، الجاموس الكبيره. طبعا الجملي بتديكي نتيجه افضل بكتير في كفته الرز. بناخدها طبعا وبنروح للجزار وبنعمل الحاجات دي، وطريقة الجزار افضل بكتير من ان انت تجيبي تعمليها في البيت في الكبة وكده. يعني مهما عملتيها في البيت مش هتطلع برضو في الاخر زي بتاعة الجزار. وبس بقى كده. بعد ما بتجيبيها بتسيبيها ترتاح شوية عشان بتكون سخنة جدا من المكنة. فبتسيبيها شوية وبعدين تبدأي بقى ان انت تشكلي فيها، او ممكن تبيتيها في التلاجة عادي، تبيتيها يعني تشيلها في الفريزر وبعد كده تطلعيها من الفريزر تستخدميها. ده لو انت مش هتستخدميها على طول، يعني انا كده كنت مطلعاها من الفريزر. معايا بقى زيت سخن كده في الطاسة، هنزلت بقى بالكفتة بتاعتي كده. وهبدأ بقى ان انا احمرها على كل ناحية كده تاخد لون ذهبي واطلعها على طول. والمقادير بتاعتها تاني قلتلكوا نص كيلو من الرز عليه نص كيلو من اللحمة الجملي، ده يفضل جملي، لو مش متوفرة ممكن اللي هي الجاموس الكبيرة. طبعا ما ينفعش نحط في كفتة الرز خالص لحمة بقري صغيرة نهائي، يعني مش هتنفع خالص وهتبوظ مننا، ويعني حرام خسارة ان احنا هنبوظ الحاجة، فهي لازم تتعمل بلحمة كبيرة، ويفضل ان هي تكون جملي. هتديكي نتيجة حلوة قوي ومظبوطة ان شاء الله معاكي. بس بقى كده بحمرها على كل ناحية لحد ما تاخد لون دهبي واطلعها. قلنا نص كيلو من اللحمة وعليه نص كيلو من الرز وربطة من الكزبرة وبصلاية متوسطة الحجم و5 6 فصوص توم كده، والبهارات بتاعتنا بقى وشوية الملح وبس كده. بنطلعها بقى كده بعد ما بتاخد لون دهبي على كل ناحية كده، وابدأ بقى اخلص بقية الكمية بتاعتي. وبعدين بيكون في الوقت ده بقى التسبيكة بتاعتي جهزت كده معايا. بعد ما بخلصها بنزل بقى فيها بنزل بيها في التسبيك. وبس كده بقى زي ما انتم شايفين لحد ما اخلص الكمية بتاعتي بقيتها. اهي الكفتة شكلها جميل ولونها كمان جميل، وكمان التسبيكة بتاعتي كانت خلاص خلصت. ولو حسيتي التسبيكة تقيلة شوية ممكن تزوديها لو متوفر عندك شوربة او شوية مية صغيرين. وهغطيها كده هوارب الحله. وهنا بقى مش بتسيبيها تتسبك كتير قوي عشان ما تنشفش، يعني ما تعملش منك تطرش منك قوي. فبنسبكها شويه صغيرين كده الكفته، يعني في الصلصه بحوالي ربع ساعه بالظبط مش اكتر، او 10 دقايق. انا سبتها حوالي 10 دقايق كده في الصلصه وبعدين طلعتها، بتبقى بالجمال اللي انتوا شايفينه ده وطعم روعه. وكمان عملت معاها شويه رز بشعريه كده، ولو حابة تقدمي معاها لحمة او اي حاجة، او هي بتتاكل لوحدها كده بالرز برضو بتبقى جميلة. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. يا رب الفيديو يكون عجبكم والكفتة تكون عجبتكم، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة، متنسونيش في اللايك.